ترك العتاب سنة. تستغربون من هذا الكلام؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الإغضاء، يترفق، لا يعاتب كثيرا إلا في أمر الدين. يا أخي اليوم بعض الناس كل ما لقيته يعاتبك كذا، يعاتب مرة مرتين عتاب محب، لكن ترى كثرة العتاب تتعب النفس. وترك العتاب أوقات وأحيانا يكون احترام للنفس، للتنازل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخرج للصحابة قل لهم لا تنقلوا لي شيئا عن أصحابي فإني أحب أن أخرج إليكم بصدر سليم. النبي كان يعاتب على الخطأ في أمر الدين فقط، كان يتغاضى عليه الصلاة والسلام. ترى أنت لما توقف عن العتاب تبدأ تتشافى، اخترت سلامة قلبك بدل الاعتذار، ممكن لا يأتي هذا الاعتذار. وشيء ثاني، ترى إذا أحد تكلم فيك أو عاتبك على شيء مو فيك، ترى الصمت مو شرط إنه يكون ضعف، أوقات هو قرار داخلي إن إحنا ما نخسر ونهدر مشاعرنا أكثر.